الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني، عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. الفيلم اللي معانا النهاردة 7 أيام في الجنة. الفيلم صدر عام 1969. القصة لمحمد مصطفى سامي وعلي الزرقاني، والإخراج لفطين عبد الوهاب، أما الموسيقى التصويرية فلفؤاد الظاهري. قصة الفيلم عن فتاة فقيرة بتعيش مع خالها في اسكندرية بيبيعوا فل للمصطفين. بيشوفهم صحفي كان عايز يعمل ريبورتاج عن ان المظاهر ممكن تغير وينخدع فيها الناس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. لا مؤاخذة. ثانية واحدة. اتفضل. عايز اكلمك في موضوع مهم. انا تحت امرك. اتفضل. بالقسط، اصل عايز احافظ على صحتك. اتفق معاهم على انهم يسافروا معاه للقاهرة يعيشوا 7 أيام حياة الأثرياء، وبيحضر شخص لعمل بوليس التأمين وبيقع في حب البنت، وبتتقرب سيدة من خال البنت المتنكر في شخصية والدها المليونير وبتتجوزه. الأستاذ عايز ياخدنا معاه مصر. يسرح حاجات؟ لا يا أنسة، هتكونوا ضيوف على الجريدة. أسبوع بحاله، 7 أيام. أكل، شرب، إقامة، فسح، سهرات، على حساب الجريدة. أيوه. هنقعد في قصر كبير وهنلبس حرير بحرير، ونبطل أكل الجرجير، ونبطل شرب المية من الزير، وناكل اللي ما كلناهوش، ونلبس اللي ما لبسناهوش، ونشوف اللي ما شفناهوش. 7 أيام في الجنة، وكله على حساب الجريدة. والجريدة هتدفع لكم 50 جنيه. إيه اللي بتقولوه ده؟ أصل الأستاذ شكري ده صاحبي، جورنال يعني من اللي بيكتبوا الأخبار والحوادث. بمناسبة إيه العزومة دي؟ الموضوع إن الجريدة زي ما تقول يعني الجريدة شافتنا ناس على قد حالنا، حبت تكرمنا، نقول لا. أنا ما قلتش. ولا أنا. بس أرجوك الموضوع ده يفضل سر بيننا احنا الثلاثة. ها؟ الجريدة عايزة تعمل موضوع هدفه كشف نفاق المجتمع. سيتحول عم أمين بقدرة قادر إلى شخصية مهمة، إلى المليونير أحمد الطنبشاوي الذي هاجر وهو شاب واستوطن البرازيل وكون ثروة تقدر بالملايين، ولما استبد به الشوق إلى بلده مصر جاء في زيارة لمدة أسبوع واحد مصطحبا معه كريمته الوحيدة الآنسة هدى الطنبشاوي. وبعد 7 أيام ما يخلص، بعد مرور 7 أيام بيرجعوا لأصلهم كبائعين للفل، ورغم ده بينتصر الحب وبيتجوز الشاب اللي كان عايز يعمل بوليسة التأمين من البنت كروان، وبتضطر السيدة اللي كانت بتدور على الثراء لبيع الفل مع زوجها. ترجعوا زي ما كنتوا عم أمين وكروان في البتاع اللي انتوا قاعدين فيه. موافقين. دول في منتهى الذكاء. أنا متأكد إن الموضوع هينجح ويعمل ضجة كبيرة. أنت متأكد منهم؟ 100%. بقالي أكتر من 2 بعلم فيهم ونضفهم. الفرق واضح في الصور. هتبتدي امتى؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. يلا شد حيلك. ما تضربيش لخمة بالشكل ده. خلاص بقى ما تكسفنيش. خدي بالك بقى انا سابق الدور ازاي. اعملي زي ما بعمل، ما يهمكيش. بصي
سلامتك يا صاحب السعادة. بسيطة بسيطة. ربنا يقصف عمركم، فضحتونا، الله يخرب بيوتكم. متشكر يا ابني متشكر. اعمل ايه؟ 7 أيام في الجنة بطولة نجاة الصغيرة، حسن يوسف، أمين الهنيدي، عادل إمام، توفيق الدقن، سلامة الياس، عبد الغني النجدي، نادية سيف النصر، ويوسف فخر الدين. دول اصحاب الملك. قرايبكم ايه واصحاب الملك ايه؟ ما تتنجروا بقى، دول الخدم والوصيفات. ايوه قدامهم لازم تمثلوا العظمة، وكمان مفيش ايوب، في أبهة أرستقراطية. ها؟ اتكل عليه. هب. ايه رأيك يا ولد؟ كده كويس. اذا كان يلزم نفخه زياده موجود. لا نفخة زيادة ولا حاجة، ما تزودهاش لحسن الكشف. أنا كان إيه اللي لطشني في مخي وخلاني أعمل عند المهببة دي؟ يا اختي يا لوح امه يا لوح امه. يا أنسة هدى بنت المليونير ما تقولش يا روح أمه. امال تقول ايه يا ده العادي؟ تقول وكمان ما فيش قد العادي. ها؟ إيه اللي بتعمله ده؟ البرش ده يساوي له كام؟ ومفز الله يخرب بيتك. ولد انت لازم تقول لي الله يخرب بيت سعادتك يا ولد. سكرتير المليونير ما يقولش يخرب بيتك. ايوه صحيح، اما انك سكرتير قليل الادب. متأسف يا صاحب السعادة. قول لي تساوي لها كام السجالة دي؟ قال له 1500 جنيه يا صاحب السعادة. فالصو، سجادة فالصو، بيت فالصو، سكرتير فالصو، مليونير فالصو. انا عندي في البرازين اقل سجادة ب10,000 جنيه. خالي دي تقيلة شوية يا خالي. قصدي اقل حصيرة ب10,000 جنيه. هو ده، انا عايز عظمة، عايز أبهة، بس اوعوا تتصرفوا غلط قدام الناس. الطبع يغلب. ان غلطتوا قدام حد هنبهكم. هتنبهنا ازاي؟ هضحك لكم كده اهو. يا أنسة هدى انا مش بهزر. اتفضلوا اتفضلوا. نجاة غنت 3 أغاني في الفيلم: دورين، كلمات وألحان الأخوين رحباني، مرسال الهوى، كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، إلا أنت، كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب. كمان أمين الهنيدي غنى سكتش يا سينيوريتا، كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكي. يا أهل الهوى ندهتونا لحيكم، وهو جينا لحيكم، ازيكم يا أهل الهوى ندهتونا لحيكم، وهو جينا لحيكم، ازيكم ازيكم يا أهل الهوى ياللي سبتونا في الهوى، ازيكم يا أهل الهوى ياللي سبتونا في الهوى، لفينا الطرقات وسألنا العمارات، لفينا الطرقات وسألنا العمارات، لفينا الطرقات وسألنا العمارات، وعايزة في حي حبيبي أبات، ودورين في الشوارع، دورين في الحارات، يا شباكهم ياللي ضايع من عينيا، سلامات سلامات سلامات، والله والله سلامات. في تترات الفيلم بتظهر صورة لكورنيش اسكندرية، وكمان لتمثال سعد زغلول في محطة الرمل. تقرر بعد وفاة سعد زغلول تكريمه بتكليف المثال محمود مختار، اللي صنع تمثال نهضة مصر، بإعداد تمثال آخر لسعد زغلول يستكمل بيه رمزية النهضة المصرية
اللي جسدها تمثاله الأول. وأصدر مصطفى النحاس باشا توجيهاته لمحمود مختار بإعداد تمثال لتخليد ذكرى زعيم الثورة المصرية اللي تجسدت فيه كل معانيها الوطنية. رجع محمود مختار من فرنسا وبدأ مشروعه في إعداد تمثال لزعيم الثورة، وطالب الوفد كل المصريين بالتبرع لإنشاء تمثال لسعد زغلول. وكانت في المرة دي التبرعات سخية جدا، والحكومة الوفدية مستعدة للإنفاق بسخاء. وطلبت الحكومة من المصريين التبرع تأكيدا لشعبية الرغبة لإقامة التمثال. قام محمود مختار بصناعة نموذجين، واحد يوضع في القاهرة والتاني في موقعه الحالي المواجه لكورنيش اسكندرية في محطة الرمل. بعد ما قدم محمود مختار الماكيتات الخاصة بالتمثالين ووافقت عليهم لجنة الوفد، ما قدرش محمود مختار يستكمل التمثالين إلا بعد وفاة الملك فؤاد اللي كان معروف عنه عداؤه الشديد لسعد زغلول. تم رفع الستار عن التمثال الأول في موقعه الحالي المواجه لكورنيش اسكندرية بواسطة الملك فاروق في احتفال مهيب غابت عنه أم المصريين السيدة صفية زغلول، وعللت الصحف غيابها عن الاحتفال بأنه لم يكن مسموح وفقا للبروتوكول أن تجلس بجوار الملك. كان السبب وراء اختيار اسكندرية لإقامة أحد تمثالي سعد زغلول العلاقة الوطيدة بين أهالي اسكندرية والزعيم سعد زغلول، لأن اسكندرية كانت هي المدينة اللي استقبلت سعد زغلول وهو راجع من المنفى. ودايما كانت تقام احتفالات في موضع التمثال اللي مازال موجود قائما بيتطلع بوجهه للبحر اللي جاءت منه سفن الاحتلال البريطاني عام 1882، كما لو كان اتجاه وجهه بيحذر المصريين من الخطر الأوروبي الذي لا يزال قائما وموجها لاستعمار مصر ونهب ثروتها. وعبر محمود مختار في هذا التمثال عن شخصية سعد زغلول بطريقة أصيلة بتمزج بين تقاليد النحت الأوروبي الحديث وطريقة الممثلين المصريين القدماء في تصوير ملوكهم. فبيبدو سعد زغلول كأحد فراعنة مصر العظماء في ثياب عصرية. على جانبي التمثال تم نحت سيدتين، السيدة الأولى في مواجهة البحر وبترمز للدلتا والوجه البحري وتأييدهم لسعد زغلول، والتانية للوجه القبلي سيدة من الصعيد بتحمل مفتاح الحياة اللي بيرمز للخلود. ايه على فين؟ انا مش حرامية، انا فنانة، انا ارتست. هتحبسوني ليه؟ هاتولي خالي. هاتولها المأمور، هاتولها النيابة. واحد بيبوس خطيبته، انتوا مالكوا؟ خطيبته؟ خطيبتي وحبيبتي وهتجوزك كمان. اتكلم جد. طبعا. هاتولنا المأمور، هاتولنا النيابة، هاتولنا المأذون. كروان خالي يا روح خالك، المأذون معايا عشان تجوزي سحر. انا جبت لك اللبان. بكام دول عشان ايدهم في النوتة؟ دول هدية مني لك. متشكر قوي يا يوسف. هات 25 قرش. 25 قرش ليه؟ المهر. ايه هتجوز من غير مهر؟ المهر هدفعه الخلقة. خلاص مفيش ثقة. أعوذ بالله. أرق تحيات الزميلة هناء عبد الله من الهندسة الإذاعية. من العشق ياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود.